جاء من كلامكم أثناء المحاضرة أن لكم تجارب مع جماعة جماعة الإخوان المسلمين. قالوا لي إطلاقا اسم الصوت لعلنا نستفيد من هذه التجارب ويستفيد الشباب إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بعض الأسئلة على ما تيسر منها، وهذا السؤال مهم جدا. أما تجاربي مع جماعة إخوان المسلمين، هناك تجارب أنفرد بها وتجارب تشتركون معي فيها بحمد الله، أكثرها أنتم تشتركون فيها. أما القسم الأول في أول شبابي، حاول دعاة الجماعة الذين على حسب تعبيرهم يسعون في كسب الناس، حاولوا أن يكسبوني بشتى الوسائل، وفي أثناء المحاولة ذات مرة أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مدينة من المدن. سافرنا يوما كاملا وأنا شبه مكتسب، لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديرهم، فإذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزات. قلت في نفسي هذه الأولى، هذه واحدة من النقاط. فلما جلسنا جلسة لم يشترك فيها إلا أنا ومن حملني إليه والشيخ، دخل علينا رجل حليق، شاب حليق كأنه خرج الآن من صالون الحلاقة. تحفظت في الكلام، حسبته أجنبيا عنا، فقالوا لا، هذا من خواص الإخوان، خربت خيبر. قلت هذه الثانية، إذا كان هذا من خواص الإخوان إلى ما الدعوة؟ إذا كان نستبيح السجائر ونهيئ الطفايات للمدخنين، والحليق الذي يستحق الدعوة والإرشاد والتوجيه من خاصة الخاصة، إلى ما الدعوة؟ انفض المجلس ورجعنا أنا وصاحبي وتحدثت معه في الطريق. قلت إلى أي شيء تريدون الدعوة؟ قال يا فلان، أنت ما فهمت منهج الإخوان. في منهج الإخوان لا يتكلم الآن لا في الفجور ولا في الفسوق ولا في الخمور ولا في السفور ولا في أي معصية، ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة. نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، الأرض كلها لهم. بعد أن نقيم الدولة العامة الخلافة العامة، كانوا يبكون على الخلافة العثمانية ولا يدرون ما فيها من المطبات، الله المستعان. بعد أن نقيم الخلافة العامة، بعد ذلك نبدأ بالإصلاح. الخمر حرام والسفور حرام وحلق اللحى حرام بعد ذلك، أما الآن فلا. قلت هكذا؟ قال هكذا. قلت هذا فراق بيني وبينكم، من الآن فساعدا لا تحاول، كنت تحاول أما الآن فلا. الإسلام، منهج الإسلام ليس هكذا. منهج الإسلام يبدأ بالإصلاح في كل شيء. أول ما يبدأ منهج الإسلام بالإصلاح إصلاح العقيدة. إذا ما تغالطنا وتجاهلنا الواقع، عقائد كثير من شعوب المسلمين اليوم فاسدة، انتشرت الوثنية والشرك بالله بجميع أنواعه. إذا كنا نترك كل هذا، لا ننكر الشرك ولا الابتداع، نسعى لإقامة دولة ونجعل الإسلام شعارا أجوب لا يعمل به، نخدع به الناس لتنخدع الناس. إذا رفعنا لوحة فيها الإسلام العظيم لا عمل عليه، وقد صرح زعماؤهم
أنهم إنما يسعون للوصول إلى قبة البرلمان، بمعنى إن الإسلام مطية يركبون ظهرها حتى يصلوا إلى قبة البرلمان ثم يطلقونها ويطردونها. هذا الإسلام عندهم، هذه سخرية بالإسلام، سخرية بالإسلام. يتخذون الإسلام وسيلة ومطية وسلما إلى البرلمان. هذا طرف من التجارب، وأنتم تشتركون في الإثم الأخير. أما التجارب التي تشتركون معي فيها، عندما ظهرت الرافضة وقامت لها دولة، ماذا فعل عادة الإخوان؟ سافروا من كل بلد إذا استثنينا هذا البلد، فذهبوا يهنئون فيباركون فيقبلون جبهة الرفض ورأس الرفض، فيأخذون توصية: كونوا خمينيين، كل واحد منكم يكون خمينيا في بلده. أي إن الإخوان كانوا مع الخمينيين عندما كانوا يحاولون تخريب المسجد الحرام والاعتداء على سكان الحرمين والإساءة إلى حجاج بيت الله الحرام. كان الإخوان أصدقاءهم وخلفاءهم، وأثبت ذلك بالصور التي أخذت لهم مع الرجل، وعندما صلوا على قتلاهم وسموهم شهداء، قتل الروافض سموهم شهداء وصلوا عليهم، وعاشوا مع الرجل فترة من الزمن، وتقلبت السياسة كعادتها، وظهر صاحب بغداد، وكفروا بصاحب طهران وانتقلوا إلى بغداد وعكفوا على عتبة صدام، ولقبوه بصلاح الدين الأيوبي المجاهد الكبير المصلح الكبير، وسموا تدميره للكويت وعزمه على تدمير دول الخليج والسعودية سموا ذلك إصلاحا وفتحا للقدس، تحولت القدس إلى الكويت. هكذا فعل الإخوان، ولا يزالون يفعلون ذلك، وإلى وقت قريب يتردد كبير من قادتهم إلى صدام من وقت لآخر، حتى سخرت بعض الصحف في الآونة الأخيرة: وهل عندما يذهب الترابي إلى صدام هل ليفتي له أو ليأخذ منه الفتوى؟ أيهما المفتي؟ لأن الترابي يسعى لما يسعى له صدام كما ظهرت النتائج أخيرا. وهل تجهلون فقه الواقع؟ وهل فقه الواقع إلا هذا؟ إن كنتم تجهلون هذا وأنتم من أجهل الناس بفقه الواقع. هذا فقه الواقع، واقع القوم هو هذا، من يوم أن ظهروا إلى وقتنا هذا وهم يتعاونون مع المجرمين ومع المخربين، وقد يزينون لشبابنا الطيب، شبابنا تغلب عليهم الطيبة. إذا ظهر حركات الإخوان في الجزائر، في تونس، في أي مكان، سموا تلك الحركة حركة إسلامية، وهي مدمرة جاهلية تدعو إلى البرلمان، والبرلمان كفر. لم يدعو مدني يوما ما إلى التحاكم بالإسلام، بل يدعو إلى البرلمان. لا فرق بين مدني الذي أطلق عليه من عند بعض الناس أنه سلفي وداعية، لا فرق بينه وبين الذين على الكراسي هناك. إذا كان الذين على الكراسي يحكمون بالقانون الفرنسي، إن تشجع مدني ووصل إلى الحكم وأراد أن يتجرد سوف يترك القانون الفرنسي ويضع هو وزملاؤه قانونا جزائريا فيحكمون به في برلمانهم. هنا أتساءل مع طلاب العلم: هل هناك فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي؟ لا فرق بينهما، ويكون قانونهم كفرا محليا، والقانون الفرنسي كفرا مستوردا. في الإسلام
لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، بل تواليف شيوخ البادية لو اتبعت في التهليل والتحريم تصبح قانونا وطاغوتا وحكما بغير ما أنزل الله، لتعلموا أن معنى الحكم بغير ما أنزل الله ليس معنى ذلك استيراد القوانين من الخارج فقط، لا، التواليف التي تعرف عند أهل البادية والقوانين التي يضعها شباب من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا، ولكن يضعون القوانين من عند أنفسهم، لا فرق بين هذه وبين القوانين الفرنسية والإنجليزية، كلها سواء، كلها حكم بغير ما أنزل الله وكفر بالله. هذه بعض التجارب، والقوم لم يغيروا منهجهم ولا يزالون يتعاونون مع أعداء الدعوة الإسلامية، ولكن التعلق باسم الإسلام هذه سياسة، إسلام سياسي، ومن سياستهم تجهيل الجماهير. الجماهير عندهم يجب أن يبقى جاهلا لا يتعلم، تجهيلهم وتجميعهم على طريقة الروافض. وهل تعلمون إن عوام الروافض من أجهل الناس، أجهل من جهالنا، لأنهم يعتقدون وجوب طاعة علمائهم. عوامنا لا يعتقدون وجوب طاعة العلماء، ليس عندنا وجوب طاعة العلماء إلا عند الروافض. هذه العقيدة انتقلت إلى الإخوان، يرون إن الجماهير يجب أن تطيعهم ويجب أن تبقى في جهل حتى تطيعهم طاعة عمياء. هذه حقيقة القوم بالاختصار. أكتفي بالنسبة لهذا السؤال بهذا المقدار من الجواب،